السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخوان والاخوات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذا الفيديو انا غنسد ليه تعليق، ما غاديش نخليه مفتوحه. اللي بغى يتفرج ليا يمشي ليا الفيديوهات القديمه. شكرا لكم بزاف. اللي شاف ليا راه تنشوف ليه، وبدوري تنرد الامانه، وتنبغي الانسان اللي كيكون صادق معي كنكون معاه حتى انا صادقه. اليوم جيت ندير معكم كغدا بالدنجال والدجاج وصوص بشاميل. هنا شحرت شويه البصله، غير شويه، قطعه الدجاج مربعات صغيره، ثومه، شويه الزيت، الملحه، الابزار، سكنجبير، شويه الخرقوم، قزبور، مدقوق. اما كنديرش ليه التحميره، كيجي زوين. قزبر ومعدنوس حتى هو، جوج مطيشات، شي شوي باش يجي شويه على طيبه الحموضه. نشحروه مزيان. هاد المسائل كلها اللي قلت لكم، هذا التوابل اللي قلت لكم دابا هما كتشوفوهم. شويه الكمون، حتى هو الكمون كيجي زوين في الدنجال. هنا انا شحرت شويه البصله كما قلت لكم. دابا غنشحر التوابل كامله. هنا شديت الدنجال قطعته دوائر، خليته بالدقيق، قطعته مربعات. من الاحسن تحيدوا لي الجلده، انا نسيت ما حيدتهاش. هنا درت شويه الرز، لقطو عادي بالملحه، حطيته هو الاول. درت عليه صوص بشاميل، كلكم كتعرفوها. صوص بشاميل مره ندير لها الزيت، مره ندير لها الزبده، وراه فيها الفرماج من الداخل. صافي نحطو الطبقه ديال الرز وصوص بشاميل والدنجال، ونضيفو عليه داك الدجاج اللي طيبنا، يكون ناشف من الماء. والعنصر اللي ضفت هنا هو الفلفله. الفلفله تكون مقليه راه كتجي زوينه. كاين اللي ما تيبغيهاش، وكاين اللي عزيز عليه. انا الاخت ديالي ما تسويش الفلفله، انا عزيز عليا الفلفله، درتها هنايا. الانسان يجرب الاكل، تجارب. ملي كتعرفي واحد الحاجه كتجي زوينه كديريها، ملي ما كتجيش راه كتحيديها. انا ضفت فلفله على المسائل اللي درت في الاول. وشكرا للناس القدام، وشكرا للناس الجداد اللي كتدخل عندي. بارك الله فيكم، شكرا لكم، الله يكثر خيركم. وكما قلت لكم الدنجال حيدوا لي القشره احسن، انا نسيتها. وهنا غادي نضيفوا الدنجال، صوص بشاميل، يعني سنكملوا الطبقات كامله. لكم الاختيار، الانسان تيعطي بعض الاشياء كيديرها في الدار، والناس اخرين كيبقى ليهم ملي كتعجبهم فكره كيجربوها، عاد كيعرفوا واش مزيانه ولا لا. الانسان الا ما جربش واحد الحاجه ما يقولش واش مزياناش، خاص الانسان تيجرب ويذوق، هذا ديك الساعه يقول. صافي تنكملوا الطبقه ديال الصوص بشاميل كامله، وتنضيفوها للفران، تنوضعوها، تنحمروها. راه كلشي اصلا طيب، خاصها غير تحمر، تكغاتينا فقط تنشف. هاهي هنا غادي جات بهذا الشكل، محمره مزيانه. حيت انا الفرماج ما كنديروش الفوق، كنديرو في صوص بشاميل باش ما يتحرقش ليا. كاين اللي كيضيفوا الفوق، ماشي مشكل. وكاع الناس اللي ما تيخدموش بصدق وتيدخلوا وكيقولوا انا كنتفرج ليك وانا اللي كندير ليك، وهذا راه كلشي راه باين. قاعد اللي تينافقوا راه تينافقوا روسهم، ما تينافقوناش حنا. وانا تنحيد قاعد الانسان اللي كيكون بحال هكا ماشي صادق، لا ما يضحك على راسو، ما تيضحكش عليا انا، تيضحك على راسو، تيضحك على الناس الصادقين. وما غاديش يعجبكم هذا الكلام اللي كنقول، ولكن بزاف الناس كنعرفهم
حتى هما مساكن مضرورين، تيخدموا بجد ومضرورين، لا داعي الاسم ديالهم راه كيعرفوا روسهم. كنشكرهم بزاف، ناس صادقين بحالي بحالهم ما شاء الله. هنا درت واحد بطبوط، هذه درتها مره اخرى غير لصقت فيديو مع فيديو. هنا كيفاش كتجي ناشفه زوينه. هنا كنطيب في البطبوط مع كنطيب في الليل. انا عزيز عليا البطبوط، تنحماق عليه، يعجبني على الخبز، تيجيني خفيف. سبحان الله، صبعاني كلهم خشيتهم فيه. ايوا ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتعليق زوين ولايك، وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم معايا. الناس صادقين، اخص بالذكر الناس صادقين، اما الناس الغير صادقين الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. راه كيخسروا الناس اللي مزيانين، بالعكس. انا كيتنفخ زوين. درت واحد الكميه كبيره ديال البطبوط. عارضه عليكم، مرحبا بكم، تستاهلوا ما احسن. هنا كيجي من الوسط، كيجي خاوي خفيف. راه هذا فيه القمح وفيه فرص، يعني ماشي غير فرص بوحدو. هاهما شحال درت. درت كميه بزاف. عرفتي كيجي زوين هذا البطبوط بالزبده والعسل. يلا تحياتي لكم وشكرا، مع السلامه.